في علاقات فعلًا توصل لمرحلة إنها تبقى سامة، تموّت فعلًا، أو تبقى بالأذى ده أو بالسُمّية دي، والّا الكلمة دي فيها آه. مبالغة؟ أنا كتبت مقال فعلًا على الtoxic relation. ناس كتير دلوقتي يقول لِك فلان toxic أو فلانة toxic وكده بقت يعني. trend بقى الفكرة دي. يعني هُم حتى بيقولوا الستات بتبُص للرجالة يقول لِك إنه كلّهم نرجسيين، أو الزوجات. كل زوجة تيجي تقول لي في العيادة أنا زوجي نرجسي يا دكتور، وخلاص ادّته الوصمة دي وبتتعامل معاه على هذا الأساس بقى هو وبتاخد. بقى كمان trend، يعني أنا مش عارفة، أنا ابني ADHD، آه، أنا جوزي أنا نرجسي، borderline. أنا OCD، أنا أصل أنا شخص وسواس جدًا محنتف، أنا borderline، فما تاخدوش وزي ما على يكون مشاعري. بيفخروا بالضبط، يعني اللي هو أنا باحط شماعة. بالاستنباط دي. يعني بس ده خطر جدًا على فكرة. ليه؟ لإنه أنتِ لمّا بتوصمي حد الوصمة دي، ده بيغيّر من توجهاتِك ناحيته، ومن توقعاتِك منه، وأي سلوك بيصدر منه بتقومي حاطاه بقى في الإيه، في المنظومة دي، إنه ما هو أنت عشان نرجسي، ما هو أنتِ عشان toxic، هو أنتِ ما عشان أنتِ borderline أو موسوسة أو كذا أو كذا أو كذا. يعني بنحذّر جدًا من الحكاية دي، لإنها بتعمل اضطراب شديد في علاقات الناس. العلاقة الtoxic ناس بيقصدوا بيها إنه في حد علاقتِك بيه بتطلّع منِّك أسوأ ما فيكِ، وبتحسّي وأنتِ مع هذا الشخص الtoxic بالارتباك واللخبطة والتناقض في المشاعر. مش عارفة تحبّيه والّا تكرهيه، تكمّلي معاه والّا تسيبيه. والعلاقة الtoxic مش بالسهولة إنها بتُكتشف بدري. يعني ممكن حد يبقى متعرّض لعلاقة toxic ويستمر شهور أو سنين مع هذا الشخص. ليه؟ لإنه الشخص الtoxic ده بيبقى ساعات ذكي جدًا، ويبقى متحايل أو مراوغ، فأنتِ مش عارفة تحكمي أوي، هو ده طيب والّا وِحِش والّا مش عارف إيه وكده يعني. لإنه بيبقى غامض، وفي برضه سمات سيكوباتية بتخلّيكِ الحكم عليه مش سهل، أو إنِّك تمسكي حاجة كده صلبة ت ت تاخدي قرار عليها أبعد والّا ما أبعدش. بيبقوا محيرين جدًا، وده اللي بيخلّيه toxic. أصله برضه لو أنتِ عارفة، لو شخص شرير واضح كده ما يبقاش toxic. ده مش toxic ده خالص، ده هو ده شرير. يشدّني شوية ويمرجحني شوية ويطلّعني اللي السما هو ويرميني على السُم في الأرض. العسل بقى يعني، بالضبط. وتبقي مرتبكة وحيرانة وتايهة ومش عارفة راسِك من رجليكِ. هي دي لو هنوصّف يعني هذه العلاقة.